مساء الفل والياسمين لأجمل متابعين في الدنيا كلها. ربنا يرضى عنكم ويسعدكم ويسعد كل حبايبكم ويحفظكم دايما. النهاردة طبعا أنا بصور لكم وإحنا في الأرض. طبعا أدي القمح، دي زراعة القمح في مصر طبعا في التربة الطينية. وأدي طبعا حواليا الجناين جميلة. طبعا دي شجر البرتقال والنخلة، اللهم بارك، منظر الطبيعة جميل جدا. وادي البرسيم، ودي طبعا الخبيزه اللي كنت بصور فيها. دي خبيزه ودي شبت. برافو عليك. وادي الجرجير، دي جرجيره، دي الجرجير. خلي بالكم الجرجير ده مفيد جدا طبعا، ونسبة الحديد بتاعته عالية 100%. طبعا. حتى اللي هو طعمه حراق بس هو مفيد له فوائد كتيره. ايوه. وعندك طبعا دي التوم بقى، دي التوم يا رميساء، دي توم وفي كزبره، بس هم زارعين بتبقى اسمها يعني جرة جرة كده، بتبقى متباعده. تمام. ادي التوم، وادي الخبيزه اللي احنا كنا بنعمل منها، وادي وكزبره وبقدونس. تمام. وادي البرسيم، وادي جمال الطبيعه في الريف المصري. وجماله بصراحه يعني القعده يا حبايبي كده في وسط الخضره. سبحان الله، ترد الروح زي ما بيقول عندنا في الارياف. جميله جدا. بتريح اعصابك. بتحسي بالتوازن النفسي كده وانتي وسط الخضره، وسط الجمال ده كله، وسط الجناين. طبعا يا حبايبي، انا في حاجه عاوزه اقولها لكم. اتفضلي يا رميساء. انا وحشت جدا سلمى وابرار، ويا رب لو بيتفرجوا على الفيديو ده يضغطوا جرس التنبيه ويشتركوا ويعملوا لايك علشان انا وحشتهم جدا. هما بيحبوكي. وسلام خاص لسلمى وابرار وكل حبايبهم وكل العيله. وعمر مغربي، مصطفى مغربي، لا، عمر غربيه. رميساء بعت لكم السلام. ادي البرسيم، ويوسف غربيه. هما بيسلموا عليكي واكيد سامعين صوتك الجميل يا رميساء. واحنا كده كده في وسط ادي البرسيم. اللهم بارك على منظر الطبيعه جميله جدا. وطبعا الوقت ده وقت اللي هو وقت يعتبر وقت الغروب. طبعا معظم الفلاحين في الارياف هنا في الريف المصري. ما هو وقت الغروب. وقت الغروب الشمس تبدا بقى هنا الارياف بيبداوا مثلا كل واحد يبدا بقى يروح من الغيط بتاعه ومن الارض بتاعته. في ناس بقى بتروح مثلا المغرب، يعني مثلا في ناس بتفضل لحد اذان المغرب، وفي ناس تبدا من قبل المغرب كده وقت الغروب تبدا تاخد بقى المواشي بتاعتها والاغنام وتروح. عند سلمى وابرار كنت دايما في سنه اولى، بس دلوقتي ما شاء الله بقيت في سنه رابعه. دي طبعا ادي زراعه القمح، وبين وادي البرسيم. وهنا طبعا دي اسمه فحل كده. اقول لكم معلومه. اتفضلي. القمح ده بنستفيد بيه، اللي هو بيصنع لنا الدقيق يعني، ومنه نصنع المكرونه. نعمل المكرونه، البرجر، الهوت دوج، اي حاجه. والكيكه كمان. ومنه بيتعمل الفريك. وادي الكرنب الجميل في وسط البرسيم. وكمان خلي بالكم، اتفضلي. لو القمح لونه اخضر ممكن على فكره تسيبوه على الولعه. دي وقت الفريك بقى لما تكون اللي هو قبل وقت الحصاد يا رميساء. يعني انت لما بتتكلمي كده بيبقى قبل وقت الحصاد. اتفضلي قدامي يا رميساء. اسمع الله. ساعتها بقى اللهم بارك يا رميساء. لون البرسيم جميل قوي. ادي الكرنب بقى على حرف البرسيم، جميل جميل بصراحه يعني. بصوا كده البرسيم. وخلي بالكم البرسيم ده الشكل بتاعه شبه شكل الورد. نفسه. لا، هو لونه اصلا اللهم بارك. والطبيعه يا رميساء منظر جميل قوي. النخل بقى، في ناس حابه بتحب تزرع النخل، في ناس بتحب تعمل جناين. وفي وسط الجنينه بقى، في ارض الجنينه بقى جنب الزرع بتزرع خضار، بتزرع حاجات تانية. في ناس بتحب تزرع قمح برضك، في ناس بتحب تزرع ذرة في قلب الجنينه دي. ادي شجر البرتقال كله حبايبي. اللهم بارك. دي جنينه لوحدها ودي جنينه تانية. الحمد لله البردقان ده لونه
اصفر، بس المزارعين اللي بيستنوه لحد ما يكبروا عشان وقت النسمة مروحة ازاي؟ ايوه المحاصيل بتاعت المزارعين بيستفادوا منها، مم. اللي هم اول ما تستوي كل المحاصيل